الذي يدير الإعلام في مصر هم بني إسرائيل. والله 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 3 يمين بالله وربنا الأعلم بحالتي، الذي يدير الإعلام في مصر كاملا هي بني إسرائيل. يلا تعالي شوفي قنوات من القنوات دي بتعمل حاجات غريبة قوي، بتجيب برامج اللي هي بتجيبها من لبنان دي. البرامج دي ومش في مصر بس وفي الدول العربية، الام بي سي دي من الذي يدير الام بي سي؟ بني اسرائيل. رسمي. مين البرامج اللي بتتعمل في لبنان دي؟ بيروحوا يشتروا الفورمات بتاعتها من امريكا. بيشتروا الفورمات منين؟ امريكا. يعني ايه فورمات؟ شكل البرنامج. ايوه. والسيناريو بتاعه. يعني ايه السيناريو؟ يعني عايز اقول مش عارف، كلمه تايهه مني. شكل تقديم البرنامج وحركات فقرات. التعبيرات وفقراته وحركاته وطريقه تقديمه وتصويره يعني اسمها الفورمات الكامل. بيروحوا يشتروها منين؟ من امريكا. وما علاقه امريكا بالاعلام العربي؟ ما علاقه المدرسه الامريكيه للاعلام بالمدرسه العربيه للاعلام؟ هو احنا عندنا مدرسه عربيه؟ مفيش. هي مدرسه امريكيه، هي مدرسه انجليزيه. ماشي. اللي بيطبق اللي بيذيع الحاجات دي بقى النهار والسي بي سي والام بي سي. مظبوط. وفي رمضان هيقرفونا بالبرامج دي، والناس مش عارفه ان البرامج دي شاريين فقراتها من الاعلام الامريكي، المدرسه الاعلاميه الامريكيه. طب المدرسه الاعلاميه الامريكيه في هذا الجانب بتقول ايه؟ بتقول السيطره على الشعب بفكر الشعب الضعيف. السيطره على الشعب بفكر الشعب الضعيف. بيعمل له فكر ضعيف علشان يقدر من خلال ادارته عن بعد واستخدام الاقتصاد في عمليه الاداره يجعله مسيرا وليس مخيرا، وباحثا عن جوانب دنيويه كلها وغير باحث عن مجد او عن تاريخ او عن دين. من هنا بيديروا عن بعد. طبعا. المدرسه الامريكيه لما انا اتكلمت قدام الناس فكروها طق بق كده كلمتين وانا لخصتها في تعريفها يعني. انما دي قصه المدرسه الامريكيه ده كتاب قد كده اهو. في بلاوي. من الذي وضع هذه الفلسفه؟ فلسفه المدرسه الامريكيه للاعلام هم اساتذه الاعلام اليهود اللي انا اتعلمت على يدين بعض منهم، بس تلامذتهم يعني. مش هم التانيين ماتوا لما شبعوا موت، ولكن تم التطوير. وانا اتعلمت في اداره المؤسسات الاعلاميه على يدي البعض فيه. يهود الامريكان ناس كويسين جدا.